أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الآخر. اليوم أريد أن أتحدث عن العشق والحب الذي يحظى به المغرب في كل المحافل الدولية. المغرب كان حاضرا في نهاية كأس آسيا من خلال الطاقم التقني للمنتخب الأردني، والذي انهزم بمؤامرة تحكيمية لأنه كان هو الأفضل والأروع والذي قدم كرة رائعة، وتم إهداء 3 ضربات جزاء لدولة البترول دولار. طبعا أيضا نحب قطر، دولة شقيقة ودولة عربية. وأيضا المغرب حاضر في نهاية كأس إفريقيا للأمم، ليس بطاقم تقني ولكن بالعلم المغربي، بالراية المغربية، حيث أبى اللاعبون الإيفواريون والجمهور الإيفواري إلا أن يرفع الراية المغربية حبا وعشقا وامتنانا لما أسداه المنتخب المغربي للمنتخب الإيفواري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لنشاهد هذه اللقطات التي تعبر عن كيف أن هذا المغرب في غرب شمال إفريقيا، تحبه إفريقيا كاملة، يحبه آسيا، يحبه العالم العربي والإفريقي وكل العالم. أينما حل المغاربة إلا ويجدون نوعا من الحب، نوعا من العشق، نوعا من الامتنان. ولكن للأسف هذا الحب وهذا العشق وهذا الامتنان فقط دولة واحدة، وهي الدولة الجارة، التي يحاول بعض من يتحكمون في زمام أمورها أن يخلقوا العداوة والحقد والكراهية ضد المغرب وضد الشعب المغربي وضد تلك الراية الحمراء التي تتوسطها النجمة الخضراء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لنشاهد هذه اللقطات ثم نعود. مرحبا بكم من جديد. إذن رأيتم هذا الوفاء، رأيتم هذا الحب، رأيتم هذا العشق، سواء في الأدغال الإفريقية من خلال دولة ساحل العاج أو الكوت ديفوار، كيف أن اللاعبين أنفسهم ومن تلقاء أنفسهم بحثوا عن الراية المغربية ليرفعوها ممتنين للمنتخب المغربي. الجمهور الإيفواري تغنى ورفع شعارات يذكر فيها المغرب المغرب المغرب. هذا المغرب، هذا البلد الذي يحاول دائما أن يعطي صورة إيجابية، صورة بأننا نحن مع كل الدول الإفريقية، مع كل الشعوب الإفريقية. نحن نريد الخير لهذه القارة الغنية بالكثير من الخيرات وبالثروات المعدنية
والثروات الفلاحية، وأكثر من ذلك الثروة البشرية. المنتخب الإيفواري الذي في دور المجموعات تلقى هزيمتين، واعتقد الجميع أنه أقصي، لكن بانتصار المغرب على زامبيا عاد الأمل، وترشحت الكوت ديفوار ثم تواصل وتقضي على واحد من أكبر المرشحين للفوز بكأس إفريقيا الذي هو المنتخب السنغالي العتيد والشقيق أيضا، ثم تواصل وتواصل لتفوز في النهاية بكأس إفريقيا للأمم، ممتنة للمغرب حكومة وشعبا ورياضيين الذين لم ينسوا أن المغرب لعب دورا مهما في تأهيلهم وفي انتصاراتهم. تحية للشعب الإيفواري الشقيق، ونحن دائما سنواصل مع كل دول إفريقيا معتزين بانتمائنا لهذه القارة، ونعتبر كل شعوبها شعوبا شقيقة، وهم أشقاؤنا، كل الأفارقة أشقاؤنا، من المغرب أو من طنجة إلى رأس الرجاء الصالح. بعد الفاصل نلتقي ونواصل. في كأس آسيا أيضا الراية المغربية حاضرة، العلم المغربي حاضر، والمنتخب الأردني بقيادة طاقم تقني مغربي وعلى رأسه المدرب المغربي الكبير حسين عموتة يصل بالمنتخب الأردني إلى نهاية كأس آسيا، وقدم مباراة من الطراز الرفيع خاصة في شوطها الثاني. ما الذي حدث وكيف حدث؟ لقد كان الحكم للأسف ضد كرة القدم، ضد الرياضة، ضد الأخلاق الرياضية. كل ضربات الجزاء باستثناء الضربة الثانية التي فيها بعض الشكوك كلها كانت مهداة لصالح المنتخب القطري الذي انكمش إلى الوراء ولم يستطع أن حقيقة أن يقدر على تلك الهجومات وتلك الطاقات سواء جماعيا أو فرديا للمنتخب الأردني، منتخب النشامة. كل الذين تابعوا مسيرة عموتة مع المنتخب الأردني اعتقدوا أن عموتة سيقال خصوصا في المباريات الحبية التي تلقى فيها العديد من الهزائم وبحصص ثقيلة، ولكن الاتحاد الأردني وثق في إمكانيات وقدرات المدرب المغربي عموتة الذي بالفعل فاجأ الجميع بمستواه التقني والفني، وكيف جعل من لاعبين أو كيف نفخ في روحهم تلك القدرة على أن ينافسوا على البطولة، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الفوز لولا إرادة الحكم الذي أراد أن يهدي الفوز أو اللقب للدولة المنظمة. طبعا الدولة المنظمة لها ثقل مادي ولها ثقل في إمكانيتها، ومع ذلك فالأردن هي الأقوى، وهي التي قدمت كرة من الطراز الرفيع انبهر لها الجميع. والأهم عندنا نحن كمغاربة أن الراية المغربية كانت خفاقة ترفرف في الدوحة مثلما رفرفت في كأس العالم 2022 من خلال وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهاية كأس العالم، واحتل المرتبة الرابعة في هذه البطولة الأقوى على الإطلاق في العالم. المنتخب الأردني كان هو البطل
رغم أنف الحكم، ولا يهم تلك الضربات الجزاء. 3 ضربات جزاء في النهاية لم يشهدها التاريخ إلا بإرادة حكم غير نزيه، وهذا لا يحدث ولا يمكن أن يحدث في الدول التي تحترم نفسها. شكرا لكم، وعاش دائما المغرب، والراية المغربية رفرفة أو ترفرف، والراية المغربية ترفرف في كل المحافل الدولية بالحب، بالعشق، بالوفاء، دون غش ولا حقد ولا كراهية. إلى اللقاء.